الزمالك وبيراميدز. الزمالك قدر يفوز على بيراميدز 1-0. الحقيقه الماتش كان اغلبه في وسط الملعب. الزمالك كان بادئ الماتش واضح جدا ان هو عنده رغبه في الفوز، وانا بشوف انه الزمالك استحق الفوز. جمهور الزمالك استحق الفوز. امبارح كان الجمهور الحقيقه بيشجع من اول ثانيه في المباراه لغايه اخر ثانيه. فانا الف مبروك للزمالك، وانا اشوف انه الزمالك بشكل مؤكد هو موجود في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. يعني الزمالك المركز الاول او الثاني ما فيهاش كلام. فرق بينه وبين الاهلي وبيراميدز 5 نقاط. في الماتش اللي جاي بيراميدز والاهلي، اي حد فيهم هيغلب هيخلي الفرق ما بين الزمالك وما بينه ما بين الفرقه المهزومه 8 نقاط، وبالتالي هيبقى ضمن على الاقل الزمالك انه موجود في دوري ابطال افريقيا. ومبروك للزمالك طبعا. وانا بشوف انه الماتش يمكن يعني بدا الماتش اول ربع ساعه الزمالك ضاغط وبيضغط بشكل كويس جدا وبشكل اجريسيف بالمقارنه ببيراميدز. بيراميدز ضغطه كان مايع. بيراميدز كان بيقف، اللعيبه بتاعته بتحاول تمنع زوايا التمرير بس بتاعت خط الدفاع بتاع الزمالك، تحاول تمنع انتقال الكره من خط الدفاع الى خط الوسط فقط من خلال غلق مساحات التمرير بدون ضغط على المدافعين. وبالتالي دي طريقه الحقيقه غريبه جدا. انت طب هتغلط المدافع ازاي؟ يعني انت في اربع مدافعين واقفين لك بيبصوا لبعض وانت مش بتضغط عليهم، بس انت قافل زوايا التمرير. طب حلو، خدت الكوره، ما انت عندك 4 مدافعين واقفين ورا، فانت كده كده حتى الهجمه اللي هتعملها مش تبقى قويه. فبالتالي انت يعني طريقه غريبه من بيراميدز. على عكس الزمالك لا، بيضغط قضيه الدماغ، بيضغط اجريسيف جدا. ناصر منسي حتى يعني عبد الله السعيد كان بيزيد وبيضغط بزياده طبعا. فبالتالي انت بتشوف هنا ضغط قوي جدا ورغبه حقيقيه لاستخلاص الكره والتحول الهجومي السريع. هنا ضغط مايع، ضغط مش مؤثر. حتى لو انت استخلصت الكره مش هتعمل بيها حاجه، هتفضل تدورها في وسط الملعب، هتعمل بيها ايه؟ فالحقيقه الماتش كان واضح جدا ان الزمالك اكثر رغبه، الزمالك اجهز. جمهور الزمالك الحقيقه عمل ملحمه غير عاديه. جمهور الزمالك يستحق الفوز ويستحق الدوري بصراحه. يعني جمهور الزمالك تحديدا، يعني الواحد بيشوف يمكن الفرقه فنيا، الزمالك فنيا، لو انت شلت الجمهور ده ماتش انت مش هتلاقي الفرقه دي. يعني كل امكانيات فرقه الزمالك هي امكانيات بدنيه وروح، وانا رايي ان هي روح في الاساس مش امكانيات بدنيه. فلو شلت انت الباعث الروحي بتاع الفريق ده اللي هو الجمهور مش هتلاقي حاجه. الزمالك ما عندوش خط وسط، الزمالك ما عندوش حد يلعب سته. لا شحاته نافع سته، ولا محمد اسماعيل نافع سته، ولا محمد سيد نافع سته، ولا احمد ربيع نافع سته. ما عنده مراكز ما فيهاش حد. يا راجل الزمالك بيلعب بوينج، ما عندوش وينجين. ف... فالزمالك يعني حاله صعبه جدا. ومع ذلك التفوق اللي هو فيه ده لا، ما ملوش اي منطق ولا له اي مبرر لجمهوره حقيقه. يعني لما تيجي تقعد تفكر فيها يمين شمال، الناس اللي بتلعب في الملعب دي متصدره الدوري وبتغلب كل الفرق، ازاي؟ يعني امكانياتهم ما تقولش ان هو يعملوا كده خالص. وادائهم برضو يعني ما يجيبش. يعني سهل جدا الزمالك يتغلب بصراحه، لكنه لا، معاه جمهور. معاه جمهور بصراحه. الزمالك معاه جمهور، في ظهر جمهوره. الف مبروك للزمالك والف مبروك لجمهور الزمالك طبعا. فبشوف انه المنافسه بقت يعني صعبه جدا. الاهلي هنشوفه في ثوبه الجديد.